اليوم ابن الحموله تعبان ترى وما محصل شيء. اكيد صحيح. اكيد صحيح. وركضه واليوم شايفينها انتم بعيونكم. والله هي هاي الظاهره استشرت بالمجتمع العراقي. احسنت. وكلها قامت تزاود للشيوخ الاصليين. نعم. بينما اذا ترجع اللي ورا وترجع اللي ورا هو والده فقير وهو اساسا نفسيته فقير. نعم. لو جده ما له دخل بهاي الشغل. نعم. فانا اللي يعني احنا في يوم من الايام شايب سولف سالفه. نعم. هم شلون هاي سالفتك؟ واحد زاوت شيخه الاصلي وما ادري شنو عنده مالات وعزم الناس كلها. نعم. وعزم له مسؤول والمسؤول قباله. نعم. ويباوع على هذا الشيخ الجديد شيخنا وشيخنا شيخنا وشيخنا، لكن اكو شايب ما لاق له الحكي. اها. اي ظل يباوع عليه هيك. المسؤول قال لهم هذا الشايب يباوع علي، شنو شغلته؟ اي. شو يريد جاي؟ قال له شو تريد عمي؟ شو تباوع علي وما عاجبك حكي؟ اها. قال له انا اقول لك شريد. قال له حط له البوم برقع صقر شو يسويه؟ الله. مشكله. إيه؟ حط له البوم برقع صقر شو يسويه؟ الاناء يظل اناء وينضحش ما بيه. حلو. والكديش يظل كديش ما تشبش بيه. جميل. الحر يتولد من حر. ايه. موش انت تسويه. الله. انت مالك دخل بهاي الشغل. الله. فالشيخه الاصليه هسه هي الشيوخ الاصليه مبتليه على ارواح. اي والله تعبانه تركض للخير. فمن هذا القناه هي نصيحه اللي عنده مالات واللي عنده جاه وهذا خليه يكون خادم لعمامه. احسنت. بدون الاسم هذا. ابد بدون خادم العمامه، وهي هم مش محلاته. انا خادم العمامي وراضي علي عمامي وناسي والمنطقه. اي والله. فالشيخ احسنت. هو الشيخ الاصلي قاعد يركض ويطمن مالاته وما حد راضي عليه. ما محصل. ما حد راضي عليه. الله يوفقك.